مساء الفل. بمناسبة قصة الكهرباء ومشاكلها اللي طالعة ترند دلوقتي في مصر، ما تيجوا اكلمكم شوية كده عن أكتر دول عندها فائض في الكهرباء على مستوى العالم. بس قبل ما نتكلم عليهم، تعالى كده أكلمك عن شوية مفاهيم في قصة الكهرباء دي. الكهرباء هي واحدة من أهم مصادر الطاقة في العالم، وبتمثل المركز الثالث ب 20% من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي، بعد البترول اللي بيمثل 35% والفحم اللي بيمثل 25% من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي. أما بقى عن ال 20% بتوع الكهرباء فدول متقسمين كالآتي: 5% منهم بيستخدموا في وسائل النقل زي القطارات والسيارات الكهربائية، و15% منهم لاستخدامات المنزلية زي الغسالات والثلاجات والاجهزه الكهربائيه عموما، و20% منهم بيستخدموا في الاضاءه، و20% كمان بيستخدموا في تشغيل الدفايات والتكييفات. اما النسبه الاكبر بقى وهي 40% فبتستخدم في قطاع الصناعه عموما. اما عن توليد الكهرباء عالميا فده بيجي من 5 مصادر. اول مصدر وهو الطاقه الحراريه زي محطات حرق الفحم والبترول والغاز الطبيعي، ودي بتمثل 70% من اجمالي انتاج الكهرباء في العالم. ثاني مصدر وهو الطاقه الكهرومائيه، واللي بيتم توليدها من السدود المائيه زي السد العالي عندنا كده، ودي بتمثل 16% من انتاج الكهرباء عالميا. ثالث مصدر وهو الطاقه النوويه، وفكرتها باختصار هي انشطار الذرات داخل المحطات النوويه عشان تنتج الحراره اللي بتشغل التوربينات البخاريه زي البترول والفحم والغاز الطبيعي بالظبط، ودي بتمثل حوالي 10% من الانتاج العالمي. رابع مصدر وهو طاقه الرياح، وبتعتمد على سرعه دوران الرياح في تشغيل مولدات الكهرباء، ودي بتمثل اقل من 4% من الانتاج العالمي. خامس مصدر والاخير وهي الطاقه الشمسيه، واللي بتعتمد على الواح وخلايا الطاقه الشمسيه لتحويلها لطاقه كهربائيه مباشره، ودي بقى بتمثل اقل من 3% من انتاج الكهرباء عالميا. اما بقى عن استهلاك الكهرباء فهو بيتحسب بالساعه، يعني لما تيجي تقرا النشره الخاصه باي جهاز كهربائي هتلاقي مكتوب فيها استهلاك الجهاز كام واط لكل ساعه. واعلى اجهزه بتستخدم الكهرباء في البيت بتكون دايما الاجهزه اللي بتحول الكهرباء لطاقه حراريه زي الكاتل او المكوى او الدفايه او التكييف، وزود عليهم كمان المكنسه الكهربائيه. وتقدر تقول ان متوسط استهلاك الاجهزه دي بيكون ما بين 1000 ل 2000 واط في الساعه الواحده. اما باقي الاجهزه فدول غلابه وبيرضوا بقليلهم، استهلاكهم دايما بيكون في المتوسط او اقل كمان. والحقيقه الغريبه بقى ان مفيش متوسط استهلاك للكهرباء للفرد على مستوى العالم، يعني كل بلد او قاره بيكون ليها متوسط استهلاك لوحدها، وده طبعا بيكون على حسب مستوى المعيشه للفرد في الدوله دي، اللي بالطبيعه بتاثر على رفاهيته وامتلاكه لعدد كبير من الاجهزه الكهربائيه او لا. يعني عندك مثلا متوسط استهلاك الفرد في قاره فقيره زي قاره افريقيا بيكون في رينج 500 كيلو واط بس في السنه، بينما بيزيد شويه في قاره اسيا وبيوصل ل 1800 كيلو واط للفرد في السنه. وطبعا قاره اسيا فيها دول زي النمور الاسيويه ودي استهلاكها بيكون اكتر بكتير من الرقم ده، لكن قاره اسيا ككل فيها دول كتيره جدا تعتبر فقيره. اما بقى في قاره اوروبا الرايقه فاستهلاك الكهرباء للفرد الواحد في السنه بيوصل ل 6000 كيلو واط في السنه الواحده، وده طبعا بيرجع للاقتصاد المتطور ومستوى المعيشه المرتفع في القاره دي. وبالنسبه بقى لقاره امريكا الشماليه واللي تعتبر من اغنى القارات في العالم فمتوسط استهلاك الفرد هناك بيوصل ل 12000 كيلو واط في السنه الواحده، وده طبعا بسبب مستوى المعيشه المرفه جدا في امريكا وكندا. اما بقى عن مصر ام الدنيا فمتوسط استهلاك الفرد من الكهرباء بيوصل ل 1100 كيلو واط في السنه، وهو الراجل فينا بيحتاج ايه غير كوبايه الشاي والتلفزيون قصاده يا صاحبي. وحابب اقول لك معلومه كمان على الماشي: الميجا واط بتساوي 1000 كيلو واط، اما التيرا واط فبتساوي مليون كيلو واط بحالهم. تعالى بقى اعرفك على اكتر دول عندها فائض في الكهرباء في سنه 2022. المركز الخامس تيجي اندونيسيا بفائض في الكهرباء حوالي 28 تيرا واط، وفي المركز الرابع تيجي الصين بفائض في الكهرباء حوالي 43 تيرا واط. اما بقى في المركز الثالث فتيجي البرازيل بفائض كهرباء حوالي 77 تيرا واط، وفي المركز الثاني تيجي كندا الجامده جدا بفائض كهرباء حوالي 119 تيرا واط. اما بقى في المركز الاول فتيجي النرويج باكتساح في فائض الكهرباء وهو حوالي 127 تيرا واط. بس كده يا سيدي، اتمنى الفيديو يعجبك. سلام.